مرات البصرة اللي على طريق العمارة قاعدة مرة حاضنة ابنها ترضع بيه، واجا شايب قاعد يمها مو شايب كلش، فشغلت السيارة ابنها يعاند ما يرضع، قالت له ترضع لو اعطي الحليب لعمو. هذا غير حج. شوي لي غاد ولك ترضع لو اعطي الحليب لعمو. ابروا العماره راحت البصره كلها ترضع لو اعطي الحليب لعمو. بقراج مال ساحه السعد بالبصره نزلوا قالوا بعد عمش بس حاكي هذا ابنك شويه حكايه ولك لا رضعته لا خليتها تعطي لعمو. لا رضعته لا خليتها تعطي لعمو لا خليت ننزل يم اهلي بالعماره. بس كان مطي. لا ورا منع التجول زوجته اجتها الولاده فداخ قالت له انا بعدني بس جيب لي امي. قال لها ولش منين اجيبها؟ قالت له قريبه تمشى. راح تمشى جاب امها بالليل النجده بالركن تباوع. هذا جاب امها بعدين قالت له قل لك امي مرض كبيره ما تتحملني جيب لي اختي. راح تمشى جاب اختها. ابو النجده يباوع. ابو النجده كله يباوع. قالت له ما يقدر انا وحدن روح جيب اخواني. جاب اخوانها اثنين ابو النجده ومشي. قال له جاي يسوي بهالليل ساعه جايب نسوان ساعه زلين انت شنو سمسير؟ قال له احترم نفسك انا سمسير؟ قال له ايه يابا هاي قضيتك غير قضيه. بين بالليل اخذوه بالليل الطابات طالعات اخذوه للمركز بس هو يصيح صياح بالمركز انا موظف بفلان شركه انا مثال الشرف انا قضيتي تصير هاي القضيه هسه. شويه طلع ضابط متنك قال وين هذا السب الحكومه؟ جبتوه؟ قال له اي سيدي جبناه. قال له سيدي مو تنسى انا قضيتي دعاره.